قفشه طلع في برنامج الكابتن احمد حسن بيهاجم الاعلامي شبانه. يا دي البرنامج ده مشاكله كترت في الحياه. هو مفيش حلقه يا كابتن احمد تعدي كده عادي؟ طيب ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، الموضوع بدايته كان مع ماتش الاهلي والمقاولين لما قفشه خرج وساعه التغيير وما كانش عاجبه، وينزل كريم فؤاد ويطلع قفشه وبيسأل كولر وهو طالع انت بتغيرني ليه؟ هو انا كنت عملت ايه؟ ودي طبعا حاجة مش حلوة وما نحبش ان احنا نشوفها. ورغم ان كولر ساعتها ما اتضايقش وانه سايب مساحة للعيبة للاعتراض وكمان بيطلع يبرر لهم ده، وده برضو حاجة مش كويسة. بس ساعتها النادي غلط قفشه وغرمه ماليا. طلع بعدها الاستاذ شبانه في البرنامج بتاعه وطلع بيهاجم قفشه وقال ان هو كان بيجعر. مش عاجبه انه اتغير. اي قفشه تخرج، وحياة امي تخرج، والله العظيم تخرج. مش فاهم. وراح بعد كده وقعد يجعر راح قعد على دكه البدلاء وقعد يشوح. وطريقه النقد دي برضو ما يصحش يا استاذ شبانه. يعني حضرتك طالع تنتقد سلوك قفشه وان طريقته في الاعتراض كانت وحشه بطريقه اوحش. حضرتك بتنتقد سلوك غلط بطريقه غلط. من حقك كاعلامي انك تنتقد سلوك اللعيبه علشان ما نطبلهمش طول الوقت ويعرفوا هم غلطانين في ايه ويصلحوا غلطهم. بس برضو مش من حقك انك تتكلم عليه بلفظ زي ده. عايز تنتقده انتقده بس بطريقه ممكن تنتقي اسلوب حضرتك في الانتقاد ويبقى الانتقاد بشكل افضل وكلمات احسن من كده شويه. طبعا قفشه ما عجبوش الكلام ده ساعتها بس ما طلعش يتكلم، وجات الفرصه فين؟ في برنامج كابتن احمد حسن. طلع بقى يرد على الاعلامي شبانه وبيقول له ان قله الادب مفيش اسهل منها. استاذ محمد شبانه الاعلامي الكبير والمحترم، بص انا بقول يا كابتن احمد، انت ما ينفعش تتكلم على لعيب زيي ولا تقول على لعيب كبير زيي بيلعب في النادي الاهلي ولا راجل محترم تقول بيجعجع. لكن حضرتك ما ينفعش تقول بيجعجع. ليه بقى يا كابتن؟ انا راجل ابن ناس متربي. صحيح. وحتى وانا برد عليه يا كابتن احمد برد بقول استاذ محمد. صحيح. فهو لازم يبقى عارف لما يجي يتكلم على لعيب كوره ما يقولش الكلام ده يا كابتن، لان الكلام ده اسهل حاجه تتعمل يا كابتن احمد قله الادب. خلاص يا قفشه مفيش داعي والموضوع اصلا اتنسى، عفى الله عما سلف. والله ما حد كان فاكر اصلا موضوع المقاولين ده. بس برضو في حاجات عجبتني في اللقاء ده، منهم مثلا كلام قفشه عن تجديد العقد بتاعه في النادي الاهلي واعترافه بفضل النادي عليه، وان لو الاهلي عمل كده 10,000 مره ان هو يمضي على بياض كان هيمضي له على بياض. كان كلام محترم جدا بصراحه. ومعلش عايزه اقول كلمتين محشورين في زوري للكابتن احمد حسن. هو انت عامل البرنامج ده ليه يا كابتن؟ ده كل اللي عايز يلقح على حد كلمتين بقى يطلع في البرنامج ده يلقح بكلمتين. حضرتك طلعت له اصلا فيديو المقاولين ليه؟ الموضوع اتنسى بتفتحه ليه؟ هو احنا مش قايلين دلوقتي ان مفيش اي كلام ولا اي صراعات ولا اي حاجه ولا اي كلام غير عن المنتخب؟ يبقى لسانها تعبت من الكلام يا كابتن. يعني صلاح طلع واتكلم وقال شجعوا المنتخب، زيزو وعبد المنعم ومصطفى محمد طلعوا وعملوا فيديو وقالوا شجعوا المنتخب. لعيبه تطلع تقول لكم ايه تاني عشان تشجعوهم؟ يا ريت يا كابتن احمد نركز شويه على منتخب بلدنا وننسى اي كلام وصراعات وانتماءات تانية علشان خاطر نقف جنب منتخب بلدنا. ويا رب النصر لمصر. سلام.